3 بيكونوا متعلقين على حديده وحاطين كيس سيل عليهم عشان اخر واحد هو اللي هينزل هيكسب فلوس كتير. وفي اول دقيقه في بنت بتقع وبتخسر، وبعد كمان 5 دقايق الولد ما بيقدرش يستحمل اكتر من كده وبيقع هو كمان، واخر بنت هي اللي بتكسب وبتقعد كمان 4 دقايق وبتقدر انها تقعد 9 دقايق كاملين. فبتروح تقول لمخترع اللعبه انهم سرقوه. تعالوا نعرف قصه البنت دي. في الاول لما بتروح البيت بتلاقي ان ابنها تعبان قوي، وفجاه هو بيكلمها بيغمى عليها وفورا بتاخده على المستشفى. وبعد ساعه بتظهر النتيجه والدكتور بيقول لها ان ابنك تعبان قوي ولازم يعمل عمليه، بس العمليه دي غاليه وعشان مش معاها فلوس بتروح تشارك في المسابقه وبيحطوا قدامهم فلوس كتير وبيقول اللي عايز يملي شنطه الفلوس يمليها بس هتحطوها على وسطكم، واخر واحد هو اللي هينزل هو اللي هيكسب الفلوس، واللي هيقدر يستحمل لاخر واحد هو اللي هيكسب الفلوس. وبعد ما الوقت بيخلص بيقول لهم خلاص. واول ما بيجي له تليفون البنت بتقول له روح اتكلم معاه ولا هي وانا هسرق فلوس كتير ونقسمها بالنص. وفعلا بيحصل كده وبيروح له بيعمل نفسه بيتكلم معاه، والبنت بتسرق فلوس وبتخبيها في الشنطه، والبنت بتكون شايفه اللي بيعملوه، ولما بتطلع على الحقيقه بتعصب وبيقول لهم انتوا الاثنين خسرتوا ومش هتاخدوا مني دولار واحد.